العيد الكبير قرب ومعاه ريحة اللحمة واللمة والفرحة اللي بنستناها من سنة للسنة. وعلشان ما تعمليش نفس الأكلات التقليدية وما تزهقيش من الكرشة والممبار، هنغير شوية السنة دي ونعمل وصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها يجنن ويشبع الكل. فهنعمل طاجن لحمة بالخضار بيتي بأسهل طريقة، وهو طبق متكامل واللحمة هتطلع معاكي طرية ودايبة زي الزبدة. ويلا عشان نشوف الطريقة خطوة بخطوة مع أم عبد الله @هوم، أم عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا الطاجن النهاردة كيلو لحمة عجالي أو بقري، واللحمة اللي معايا متقطعة قطع متوسطة الحجم، وأنا جايباها متقطعة جاهزة بالشكل ده. وانتي تقدري تقطعيها زي ما تحبي، بس ما تبقاش قطع كبيرة قوي عشان ما تاخدش وقت في التسوية. أول حاجة هنعملها إن احنا هنسوي اللحمة، وأنا قبل ما بسويها بديها صدمة على النار. نجيب طاسة ونحط فيها معلقتين كبار سمنة ومعلقتين كبار زيت، بنحطها على النار لحد السمنة والزيت ما يسخنوا كويس. اول ما تسخن معانا بنحط اللحمة، وانا يدوب بخليها تاخد صدمة من كل الجهات، مش بحمرها خالص، يدوب شكلها بيتغير زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد ما خلصنا الكمية كلها بالشكل ده هنبدأ نسويها. بجيب حلة فيها كمية من المية تغطي اللحمة ونسيبها تغلي على النار، واول ما المية تغلي بنحط فيها التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن ورق لورا، زر الورد، وده اختياري، فلفل، كمون، قرفة، جنزبيل، بهارات لحمة، حبهان، وتقدري تحط اي توابل تانية بتحبيها. وانا بحط ربع معلقة صغيرة من كل التوابل اللي قلتها. والملح بنحطه بعد ساعة من التسوية. وكمان بحط مع التوابل بصلة متوسطة مبشورة، طماطمية مبشورة. بنسيب كل الحاجات دي تغلي على النار. اول ما تغلي بننزل فيها اللحمة وباقي تحمير اللحمة، بنسيبها تغلي على نار عالية لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بنهدي النار ونسيبها لحد ما تستوي. لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش اللايك على الفيديو وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا هما كمان. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي، اهلا بيكم في قناتي المتواضعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وشكرا لأي حد بيشجعني ويكتب لي تعليق جميل. وبنشيل الريم لو ظهر على وشها، وهو كده كده مش هيظهر ريم كتير عشان انا مديه اللحمة صدمة. وفي نص وقت التسوية هتلاقي ان ميتها قلت، فبنزودها مية مغلية ونظبط ليها الملح ونسيبها تكمل سواها براحتها. وهي بتاخد وقت في التسوية من ساعة لساعة ونص على حسب نوع اللحمة وحجم اللحمة. دي شكل اللحمة بعد ما استوت وهي مستوية خالص. هنبدأ بقى نجهز طاجن اللحمة. هنحتاج جزرتين كبار متقطعين حلقات، بطاطسية كبيرة متقطعة مكعبات أو بطاطسيتين وسط، بصلة متوسطة متقطعة مكعبات، فلفل ألوان أحمر وأصفر أو بلدي أحمر وأخضر. ودي كده كل المكونات اللي هنحتاجها للطاجن، لكن لو بتحب أي خضار تاني تقدري تحطيه في الطاجن عادي خالص. نجيب طاسة ونحط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي أو أي سمنة بتحبيها، ممكن تحط زيت. بنسيبها لحد ما تسخن كويس ونحط فيها البطاطس، واحنا مش بنحمر البطاطس، احنا يدوب بنشوحها تشويحة بسيطة. في نفس الطاسة بنشيل منها البطاطس ونحط الجزر، واحنا برضو مش بنحمره، احنا بنشوحه تشويحة بسيطة وبنطلعه. وانا بعمل خطوة تشويح الخضار دي عشان يبقى مستوي 3/4 سوا وما ياخدش وقت في التسوية في الطاجن. بعد ما شوحنا البطاطس والجزر هنبدأ نشوح البصل، وده برضو مش بنحمره، احنا بنعمل كل الحاجات دي ني في ني. وانا حطيت كمية من السمنة كفت لتشويح كل الخضار ده، لكن لو الكمية بتاعتك قلت شوية بتزوديها تاني عشان تعرفي تشوحي فيها الخضار كويس. اول ما البصلة ما بتدبل بنحط عليها الفلفل وبنشوحه مع البصل.
بنحط عليهم كوباية صلصة طماطم عشان تدينا لون حلو للطاجن. ودي صلصة الطماطم اللي عملتها معاكم على القناة، وانا هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف تقدروا تعملوها بكل سهولة. بنسيبهم ياخدوا غلوة مع بعض زي ما انتوا شايفين في الفيديو وهم كده جاهزين. بنجيب الطاجن بتاعنا وبنحط فيه كل البطاطس والجزر ونفردهم كويس في الطاجن. بنحط عليهم نص كمية الصلصة مع البصل مع الفلفل اللي سويناهم مع بعض. بنرص عليهم اللحمة. بنحط عليهم باقي الصلصة. بعد ما رصينا كل المكونات بنحط عليهم كمية من شوربة اللحمة تغطي الطاجن. وانا بحط عليهم شوربة اللحمة علشان كل المكونات تكمل التسوية بتاعتها والخضار يستوي كويس واللحمة تطلع دايبة معايا. نسخن الفرن لمدة 10 دقايق. ندخل الطاجن في الفرن على صاج الفرن لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة لحد ما البطاطس والجزر ما يستووا كويس. بعد البطاطس والجزر ما استووا نطفي الفرن ونحط الطاجن تحت الشواية لمدة 5 دقايق لحد ما ياخد لون تحمير حلو. واحنا بنختبر تسوية الطاجن من البطاطس والجزر مش من اللحمة، لان اللحمة مستوية. وده الطاجن بعد ما طلع من الفرن وريحته جميلة جدا. وتعالى اوريكم اللحمة دايبة فيه ازاي. واللحمة بتتقطع بكل سهولة ودايبة خالص زي الزبدة، والبطاطس والجزر مستويين كويس جدا. وبكده وصفة النهاردة تكون خلصت، وهي مناسبة جدا للعيد والعزومات. صدقيني هتجربيها وهتبقى من الوصفات الأساسية في العزومات عندك. والوصفة زي ما شفتم سهلة وبسيطة، لكن النتيجة هتعجبك جدا، وريحتها وطعمها مش قادرة اوصفهولك، هتعرفيه لما تجربيها. ولو في اي وصفات تانية للعيد حابين اجربها معاكم سيبوها لي في التعليقات وهعملها لكم ان شاء الله. جربوها وقولي رأيكم بصراحة في التعليقات. ولو عندكم اي استفسارات في فيديو النهاردة اكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.